السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا جايين النهارده يا جماعة زي ما سمعتوا كده وزي ما شفتوا العنوان بتاع الفيديو. هنتكلم النهارده كلام مهم جدا. وانا بعمل ايه بقى؟ بعمل لكم المحشي. نعمل محشي ايه بقى يا جماعة؟ زي ما انتم شايفين مشكل. هنعمل النهارده محشي مشكل ان شاء الله بطريقة سهلة جدا جدا جدا، وانا عودتكم على الطريقه الميسره حتى للعرايس اللي لسه بيقولوا يا هادي في الحياه. هنشغل البوتاجاز كده انتوا شايفين، نعمل مع بعضنا وهقول لكم المكونات وانا معاكم. تمام. المهم صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. حبايب قلبي اقرب لكم كده الكاميرا كده، انتوا شايفيني كويس؟ تمام التمام. حلوه قوي قوي قوي. طيب عايزين بقى نتكلم شويه يا حبايب قلبي في حبة حاجات كده. بصوا قبل ما اتكلم ثواني، انا معايا هنا خضرة مشكلة انا مقطعاها اهي. مش عارفة، استنى انزل لكم شوية، مش عارفة هينفع انزل ولا ايه، معلش خليكم معايا اهو. الخضرة تعتبر باينة. تمام. معانا هنا خضرة مشكلة زي ما انتم شايفين هنا اهو، ومعانا بصلتين متقطعين، وهنا قرن فلفل رومي هقطعه برده معاكم. تمام كده. اوطي بس القرآن عشان ما يجيش حقوق طبع ونشر. خليكم معايا. وطيته طبعا يا حبايب قلبي القرآن عشان بس ما يجيلناش حقوق طبع ونشر، انتوا فاهمين. طبعا معانا هنا البصلتين هنحطهم. المادة الدهنية ايه بقى اللي انا هستخدمها؟ بستخدم سمن بلدي وعليه ايه؟ وعليه حته ليا انا مسيحاها. تمام. هنفضل نقلب كده لحد ما تدي احمرار شويه. طيب على ما تتحمر البصلايه هتكلم معاكم شويه في ايه بقى. في حد من حبايبي كاتب لي كومنت بتقول لي يا طنط وفاء اوعي تقلعي الحجاب زي فلان او علان، بدون ذكر اسامي. انا ما بحبش اجيب سيره حد، فاستغربت جدا طبعا على كلامها. قلع حجابي ليه يعني؟ مش فاهمه. عشان لبست فستان يا جماعه بعد ما خسيت؟ يعني هو اساسا ده قياسي، يعني ده اصلا اسلوبي في اللبس. يعني بلبس الحاجه لما بتبقى انا جسمي كان مليان فاكيد هلبس مثلا 1 اكس، لما خسيت بقيت البس لارج، فالطبيعي جدا يعني الطبيعي انا طالما خسيت هلبس قياسي. بستغرب بقى انها كتبت لي اوعي تقلعي الحجاب، وحد تاني برضو نفس الكلام كتب لي برضو شكلك هتعملي زي فلان وهتقلعي الحجاب عشان انا خسيت مثلا. ليه هي كانت تخينه وخست اللي قلعت الحجاب، ولا بنتها كانت تخينه وخست وقلعت الحجاب؟ يا جماعه بلاش يا جماعه، نتقي الله في بعض شويه، عشان الكلام ده صدقوني والله العظيم هنتحاسب عليه كلنا قدام رب العالمين. انا ما بحبش الناس اللي بتتابعني والناس حبايبي ياخدوا وزر عليا انا بالاخص، لان انا والله العظيم انا بحبكم ورب السماء والارض انا بحبكم لوجه الله، يعني من غير اي حاجه. يعني انا بستغرب بس يعني ازاي انتوا قلبكم يطوعكم تقولوا الكلام ده. وفي اللايف يا جماعه برضو لما طلعت يعني لقيت برضو حاجات غريبه بتتقال وحاجات انا مش فاهمه ايه ده بجد. يعني انتوا قلبكم ازاي يا جماعه طوعكم تقولوا كده؟ اما دي بالنسبه للحاجات اللي انا زعلتني جدا جدا جدا. بس انا خلي بالكم انا من الصعب، يعني انا من الصعب حد يقدر يزعلني، بس انا زعلي عليكم انتوا. فانتوا ازاي تظنوا فيا كده؟ يعني ازاي انتوا تظنوا فيا ان انا اقلع حجابي؟ اقلع حجابي ازاي؟ حتى برضو حبيبه قلبي برضو في السناب حبيبه قلبي بدون ذكر اسمها برضو بتقول لي يا طنط انت هتقلعي الحجاب. مش عارفه ايه وضع قلع الحجاب يا جماعه فيا. يعني انتوا شفت مني ايه؟ ان كنت لفيت الحجاب بطريقه مثلا ضايقتكم ولا حاجه، فانا يا جماعه مقتنعه تماما بحجابي ومقتنعه انا عارفه عملت ايه. هل لو مثلا حته بنت هنا مثلا ولا حاجه ربنا يسامحني ويغفر لي، بس مش مقصوده يعني والله ما مقصوده. وانا بتكلم بما يرضي الله،
اتكلم بما يرضي الله. فقال لي صدق يا جماعه، يصدق اللي ما يصدقش هو حر، ليه الحريه المطلقه في ان هو يصدقني او ما يصدقنيش. انا مش بجبر حد ان هو يصدقني، بس انا اهم حاجه عندي ان انا بتعامل مع رب العالمين، بس ما يهمنيش. انا عارفه ان انتوا خايفين عليا وان انتوا بتحبوني وخايفين لحسن اعمل حاجه زي كده، بس مستحيل يا جماعه، اطمنوا خالص. انا لا هقلع حجابي ولا هعمل والعياذ بالله زي فلان ولا زي علان. وندعي يا جماعه، بدل ما نقول فلان وعلان، ندعي للناس اللي هي ابتدت يعني تطلع بره الدين بتاعنا شويه، ندعي لهم بالهدايه، بدل ما يعني نقول فلان وعلان ونجيب سيرتهم وناخد وزر، واوعي يا طنط تبقي زي فلان ولا تبقي زي علان. اوعوا يا جماعه، يعني نتقي الله في بعض. انا بحب البصل كتير على فكره في المحشي، يعني البصل بالنسبه لي يعني روح المحشي، بحبه جدا جدا في المحشي، وبحس ان هو بيديله يعني تسكيره حلوه قوي 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 وكده. عندي البصلايه اوريدي اتحمرت، انا حابه اللون ده فيها. يلا نحط الصلصه بقى والطماطم كده، نقلبها شويه. طبعا انا الصلصه دي يا جماعه انا ببقى مسبكاها وحطاها في اكياس وشايلاها في الديب فريزر، على اساس ان انا اطلع يعني اشتغل على طول بقى، مش هقعد بقى استنى تتسبك والكلام ده كله، لا انا ببقى يعني مسبكات تسبيكه حلوه يعني، فاهميني كده. هنحط بقى التوابل بتاعتنا عادي خالص، فلفل اسمر، بحب الفلفل الاسمر انا جدا، والسبع بهارات كده. نحط حبه كاري بسيط جدا، حاجه لا تذكر يعني الحمد لله، وحبه كزبره صغيرين، تمام. وبحب احط مكعب ماجي، استبعدوه تماما للي ما بيحبش. وبحب احط معلقه سكر علشان تمنع حموضه بس استنوا في الاخر خالص، احط معلقه السكر دي في الاخر خالص، يعني لما يبتدي يخش في التسبيكه كده. وبحط بقى بقى يا جماعه دبس الرمان. انا بقى بصراحه ربنا من ساعه ما جربت الدبس في قلب الدولمه العراقيه، من ساعتها بصراحه ربنا الطعم غالبني، فما بقدرش يعني. فاحط، ممكن استغنى عن السكر، ما هو الدبس برضو يعتبر في مزازه السكر كده برضو. هنقلب كده شويه، تمام، مش كتير يعني، يا دوبك بس ياخد له غلوه. انا عندي العين ديت عاليه جدا، فما شاء الله على طول بتسبك الحاجه او بتغلي على طول، يعني ما بتستناش شويه مثلا ولا بتاع، لا ما شاء الله. بصوا بكلمكم وهي عماله تبقبق اهي، ما شاء الله، تمام كده. هنبتدي نحط الرز كده اهو، تمام. نقلب زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا بقى، انا نسيت حاجه مهمه وانتوا مش قادرين، يعني انتوا ما بتفكرونيش اهو، مش تقولوا لي حطي الملح، يعني انا مش بعمل معاكم نحط الملح، يعني انا بحب ملح الهيمالايا، معرفش بقى والله بيقولوا مفيد يا جماعه، بيقولوا يعني اقل شويه عشان فيه اليود حلو قوي فيه، فما اعرفش بقى، هل يعلم الله سبحانه وتعالى بقى. تمام، بس كده خلص المحشي بتاعنا. شفتوا بقى على طول ازاي ننزل كل الخضره. طبعا يا جماعه البتاع البلاستيك ده حلو جدا، انا عامله واحد للخضار واحد للحمه واحد للسمك، فحلو قوي قوي قوي. وسهل في الغسيل، ما بياخدش مساحه، مش زي القرم الخشب. انا عندي قرم خشب كتيره، بس ده يعني مريحني شويه، يعني بحس انه اسهل. بس كده هنطفي على المحشي، والمحشي بتاعنا جهز. يلا بينا نحشي، خليكم معايا. دلوقتي ايام جه وعليته عمال ينده
عشان تشوفوا. تعالى هنا، تعالى كده عشان يشوفوك. قول لهم باي. تعال هات ايدك. تعال يلا اهو. ايانا اهو. قول لهم باي. يا نهار ابيض يا نهار. نعم. هيخش ياخد شاور دلوقتي يا جماعه عشان عنده ايه؟ رايحين فين؟ هنروح فين؟ البول. سمعتوا؟ النهارده عنده بول. خلاص كده يعتبر ايه؟ الرز دخل في الصلصه والخضار، بقت حاجه كده زي العسل زيكم كده. بصوا شايفين؟ اكيد انتوا شايفين. بصوا المنظر. يلا بقى عشان نحشي مع بعض، عشان ان شاء الله ناكلهم النهارده احلى محشي باذن الله. يا نورو بيطلع البصل. اعمل ايه يا جدعان؟ حد يخش يعين عني بس يا ايان بس. يلا خشي خد شاور يا ايان عشان نلبس ونروح البول. يلا روح البس السليبر. يلا يلا روح البس السليبر. اوعى استنى. طب اوقف عشان يعرف يعدي. يلا بينا نحشي البتنجان والفلفل. احنا عاملين بتنجان وفلفل وكوسه. تمام. هنحشي الاول البتنجان. طبعا هو سخن مش مشكله، عادي. فداكوا فدا ولادي كده اهو. طبعا انا فضيت طبعا الحله المحشي هنا اهو في هنا عشان انا عايزه احشي هنا. فاهميني؟ حاسه ان ده كويس. الحله دي هتاخد ايه؟ كل المحشي. بالنسبه بقى للبنات بقى المبتدئات اللي ان شاء الله باذن الله يتجوزوا كده، ويتجوزوا اللي نفسهم فيه، ويتجوزوا الشاب اللي يستاهلهم ان شاء الله. كل واحده نفسها في حبيب ربنا يرزقها ان شاء الله باذن الله. فعايزه اقول لهم بقى اهم حاجه تنوعوا في اكلكم في بيتكم. والله يا جماعه حته الوصول لقلب الراجل معدته دي انا حاساها انها مظبوطه يعني. والله يعني انتوا عارفين لما ابراهيم كان يجي يلاقي اكله حلوه تلاقوه مبسوط انبساط، تلاقوه فرحان فرحه يا جماعه. فسبحان الله يعني. طياره في طياره يا جماعه، في طياره. محدش عاوزني في اي بلد. تمام. فزي ما انتوا شايفين كده تحشوا يا جماعه اكل بحب. احشوا بحب. الاكل هيطلع زي العسل والله العظيم. اعملوا الاكل وانتوا يعني فرحانين، وانتوا حاسين ان اللي هياكل الاكل دوت هيدعي لك دعوه حلوه. بعد ما ياكلها ما يسيبك يعني مثلا يقول ياه ده انا مراتي النهارده كانت طبخالي طبخه ياه، ويدعي لك دعوه من قلبه. دخلنا الجنه والله العظيم، دخلنا الجنه. الدعوه في ظهر الغيب مفيش احلى منها. ربنا ان شاء الله يرزقكم بكل حاجه طيبه باذن الله. عيان عمال يضحك. ايه سامعين؟ بصوا ما تحشوش المحشي قوي يعني، بحيث ان الرز حتى لما يجي يطلع ويكتر يلاقي مساحه يقدر يتمدد فيها. فاهميني؟ كده زي ما انتوا شايفين. الفتره الجايه ديت فتره بالنسبه لي تغيير كلي مش جزئي. فادعوا لي يا جماعه ان ربنا ان شاء الله يا رب يكمل لنا على خير ويوفقنا ويرضينا ان شاء الله. وكل حبايبي باذن الله باذن الله باذن الله ربنا يرضيهم يا رب. لان الفتره الجايه ديت يعني تغيير مصيري، تغيير مصيري. فالله المستعان يا رب، الله المستعان. فاتمنى من الله سبحانه وتعالى يكمل لنا ان شاء الله على خير. طب عشان ما اطولش الفيديو عليكم احشي. سامعين نورة؟ بس بيلعبوا ازاي. هحشي وارجع لكم بعد ما اخلص الحشو وانا بسويه اوريكم انا بحط الشوربه. بس انتوا عارفين الشوربه عامه يعني انا بعمل فيها ايه. فهحشي واخلص الحشو عشان ما اطولش عليكم الفيديو وارجع لكم. خليكم معايا. ورجعنا تاني حبايب قلبي. طبعا حشينا اهو زي ما انتوا شايفين
كله مع بعض نفس طريقه الدولمه العراقيه. تحيه كبيره لاهل العراق. طبعا الشوربه معانا هي بجيب شوربه لحمه او شوربه فراخ او من غير شوربه خالص، احط فيها مكعب المرق، احط فيها ورقتين لوري والحاجات اللي بنحطها، بصلايه والحاجات اللي بنحطها لو ما فيش شوربه معانا بتاعت لحمه او فراخ. فالشوربه دي بتاعت لحمه، انا عامله لحمه النهارده، وهنحط عليها معلقه واحده دبس الرمان عشان ما تنسوش ان انا حاطه اصلا على يعني حاطه على الخلطه اصلا. وده نوع الدبس اللي انا بستخدمه اليمامه، عشان في ناس كتير سالتني بتستخدمي انهي نوع من الدبس. تمام. اقلب كويس جدا. طبعا المرقه محطوط فيها التوابل بتاعتها، وهنحتاج معلقه عشان هناخد من هنا معلقتين صلصه. انا بحب الصلصه جدا يا جماعه، سبحان الله بحب الصلصه قوي في الشوربه اللي احنا هنسقي بيها المحشي. تمام. هنقلبها كويس جدا. هنقعد نقلب لحد ما كل الخليط يدوب في بعضه كويس جدا. طبعا بالنسبه للمبتدئين لو حطينا هنا كيلو رز بنحتاج عليه كيلو من الشوربه. ليه كيلو او لتر من الشوربه؟ ليه بقى؟ علشان خاطر احنا عندنا هنا خضار، الخضار ده كده كده هيكب بميه منه، فمش هنحتاج نحط اكتر. انا ساعات بحط اقل كمان وبخليه على النار هاديه، كله بيستوي، بخلي الرز فيه مفلفل مش معجن كده اهو. بس مش هنحتاج اي حاجه تاني. هنصب الشوربه بتاعتنا هنا اهو. تمام. هي طبعا مش هتبان لان طبعا الخضار اللي احنا حاطينه بياخد مساحه، فما يبقاش باين قوي من الحله. احنا حطيناها اهوت. مش عارفه الشوربه باينه ولا لا يا جماعه، مش عارفه باينه، مش باينه. طيب نحطها على النار بقى وارجع لكم بعد ما تستوي. خليكم معانا. تعالوا بقى نخلص المواعين اللي اتوسخت مننا. تمام. سريعا كده على طول. يعني انا بطبيعتي ما باخدش وقت حتى في غسيل المواعين. سريع كده نخلصها. عندي غسالة اطباق والله يعني، بس الحاجات البسيطة ديت بحب اشطب يعني اول باول. انتوا فاهمين؟ بصوا بقى يا جماعة، علشان طبعا الصابون السائل بتاعنا مهما كان نظيف فبيسيب رواسب في قلب المواعين بتاعتنا. فانا انصحكم تحطوا خل، تحطوا معلقتين خل كده في مثلا يعني ازازه زي دي او حاجه صغيره زي دي، تحطوا معلقه واحده. لو هتحطوا مثلا في المقدار كله بتاع الخل، او مثلا لو جاركن عندكم كبير حطوا بقى قد ايه، مثلا تحطوا بتاع نص كوبايه او ربع كوبايه خل، عشان ما تسيبش ايه، ما تسيبش اثر معاكم كده. تمام.
حبايب قلبي، ورجعنا تاني. طبعا اتهديت جامد جدا وصليت العصر وتمام التمام، وادي الاكل خلص. شايفين؟ مش عارفه شايفين ولا لا. انا مخليها في الضلمه شويه، استنى اقربه لكم. شايفين بقى الجمال الجمال الجمال؟ شايفين؟ احلى محشي. بس انا مش هاكل منه طبعا عشان خاطر بالرز، يعني ممكن اكل واحده بس كده كوسه يعني، بس كده يعني، مش هكتر طبعا. اهم حاجه تعملوا ايه؟ صلوا على الحبيب. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.